يمكن الجماعة بتوع علم النفس قسموا الشخصيات. ففي ضمن الناس من ضمن الشخصيات بتوع علم النفس اللي بيقسموه، فقالوا ان في نوعية من الناس ما بتحبش تواجه، تحب تمل، بتعمل ايه؟ بتنسحب كده شوية. لكن الشيء الجميل ان رب النهاردة حط على قلبي كلمة: لا للهرب. أقولها مرة تاني: لا للهرب. في ناس كتيرة بتحب تهرب. أنا مش بتكلم على لما بيقول كده الكتاب: أما الشهوات الشبابية فاعمل إيه؟ فهرب منها. مش بتكلم على ده خالص. أنا بتكلم عن الهرب من المواقف، أو الهرب من خطة الله في حياتك، من مواقف صعبة أنت عديت فيها. النهاردة قول جوايا، قول كده بصوت عالي، وقول من جواك: لا للهرب في اسم الرب يسوع. كم واحد يقول أمين؟ أمين. كلنا عارفين شخصية يوسف. أنا حابب بس أوصل لكم يعني كذا حاجة كده. موقف اتعرض ليه يوسف، موقف صعب جدا. احنا يمكن بنقراه كقصة ميلاد، لكن الموضوع مش قصة من ضمن القصص. ده موقف الراجل الشرقي ما بيعرفش أبدا يتصرف فيه. موقف أصعب من إمكانياته. ليه؟ لأن تخيلوا معايا واحد خاطب واحدة، وفوجئ إن هو خاطبها، فوجئ إن هي حامل، وهو ما كانش لسه اتجوزها. فايه رأيكم رد فعله ايه؟ رد فعل يوسف لما فكر كده قال: انا مش هفضحها، لان في الوقت ده لو فضحها كانت ترجم. لكن هو حب انه يقول الكتاب عمل ايه؟ اراد تخليتها سرا. حب ان هو يطلعها من الموقف، يطلعها من المكان اللي هو فيه، لكن ما كانش في قلبه ان هو يرتبط بيها. خلاص كان الموضوع بالنسبة له منتهي. عجبني يوسف لانه جوه قلبه ما حبش يهرب من الموقف. في ناس تهرب من الموقف، لكن يوسف ما حبش يهرب. عشان كده رب اتعامل معاه وقال له كلمة مهمة جدا. ظهر له في حلم. وعلى فكرة لما تقرأ في الكتاب في أحداث الميلاد هتلاقي فيه 3 شخصيات. الشخصية الأولى أبو يوحنا المعمدان زكريا، الشخصية الثانية القديسة العذراء مريم، الشخصية الثالثة يوسف. الثلاثة دول يعني الله تكلم معهم في الحدث بتاعهم. فمثلا الملاك ظهر لزكريا في الهيكل، فده تأكيد، صح ولا مش صح؟ ملاك ظهر لزكريا في الهيكل وبيقول له كده: أنا عايز أقول لك يا زكريا إن صلاتك وصدقاتك، صلاتك قد سمعت. من أجل مين؟ من أجل إن هيكون ليك ابن. عارفين زكريا عمل ايه؟ حد فاكر؟ ما صدقش. قال له: كيف يكون هذا؟ انا عايزكم تركزوا معايا. ملاك ظهر في الهيكل وزكريا، قولوا معايا كده، ما صدقش. عشان كده الملاك قال له هتكون صامت. لكن تعالوا نشوف كده الشخصيه الثانيه، شخصيه القديسه العذراء مريم. نايمه وجالها صحيت وراح جالها الملاك. يعني مش في حلم، يعني كانت نايمه وبعدين عملت ايه؟ جالها الملاك وهي موجوده في البيت وهي صاحيه، وبدا يتكلم معاها. قال لها: الروح القدس يحل عليك. قبل كده بيقول لها: انت ستحبلين وتلدين ابنا. واحنا عارفين طبعا الوقت ده هو كل الناس تتكلم عن القديسه العذراء مريم، ستحبلين وتلدين ابنا. لكن بعدين قالت له: كيف يكون هذا وانا لم اعرف رجل؟ المشكلة ان انا مش عارفة رجل. راح رد عليها بالكلام الجميل: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك. ايه رأيكم في الكلام ده؟ هو بصوا تعالوا نتكلم بصراحة. زكريا لما قال له الملاك هو حس نفسه ان هو كبر والاصابات كبرت. تاخدوا بالكم معايا؟ الموضوع كبير بس كان ممكن يحصل. طب القديسة العذراء مريم الملاك بيكلمها والموضوع صعب يتصدق. وحتى لما حب رد عليها راح قال لها: الروح القدس. قولوا معايا كده، ايه رايكم في الاجابه دي؟ اجابه كويسه؟ حد يرد عليا. دي اجابه كويسه تقنع؟ ما تقنعش، صح ولا مش صح؟ ايه يعني الروح القدس يحل عليك ومش فاهمه برضه؟ راحت قالت له كلمه جميله جدا لما قال لها كده. قالت له: بص، ليكن لي كقولك. الكلام ده انا حاساه من السماء، من الرب. لكن الشيء الثالث اللي هو الاصعب اللي هو يوسف. ليه؟
زكريا جاله الملاك فين؟ في الهيكل، مش في حلم، في الهيكل وصاحي. القديسة العذراء مريم جالها الملاك وهي فين؟ في البيت وصاحية. لكن يوسف مش ريت في حلمه وبس، ده يوسف يقول الكتاب ايه؟ ركزوا معايا كده. وهو نايم، قبل ما ينام كان بيعمل ايه؟ بيفكر، وهو متفكر في هذه الامور، وهو بيفكر انا هعمل ايه، يعني اعلنها، يعني امشيها ولا اعمل ايه بالظبط. هو بيفكر، راح نام، وهو نايم راح جاله الحلم. انا لو مكان يوسف هقول ده ايه؟ ده حلم، ومش ده حلم وبس، ده 100%، علشان انا بفكر فراح جاني ايه؟ الحلم في اللي انا بفكر فيه. لكن الشيء الرائع في يوسف يقول لي الكتاب لما قام عمل ايه؟ نفذ كل ما تكلم به الرب في الحلم. عمل ايه؟ لما تقرا معايا يقول ايه؟ ولكن وفيما هو متفكر في هذه الامور اذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف ان تاخذ مريم امراتك لان الذي حبل به فيها من الروح القدس. عدد 21 معلش. ستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لانه يخلص شعبه من خطاياهم. العدد اللي بعده. وهذا كله كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ده العذراء تحبل. العدد اللي بعده يلا اقروها معايا. فلما استيقظ يوسف منين؟ من النوم. عمل ايه؟ فعل كما امره ملاك الرب واخذ امرأته. انتوا واخدين بالكم معايا ولا لا؟ واحد ما هربش من الموقف. هسألكم سؤال، لو يوسف قال لا انا مش لاعب اللعبه دي وانا مش هتحمل الموضوع ده، حد فيكم هيقول له انت غلطان؟ مستحيل. بس ما هربش من الموقف. هاخد معاكم يعني شاهدين تاني مهمين قوي. مزمور 145 عدد 14. مين يقرا معايا؟ عايز ايه؟ شاهد رائع جدا جدا جدا. قولوا معايا كده. الرب عاضد كل الساقطين، وايه كمان؟ ومقوم كل المنحنين. مرة تاني يلا كده. الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. بص انا لما تقرا المزمور ده، هو انا بيعجبني جدا، او الايه دي يعني. عاضد يعني ايه عاضد؟ يعني يشجع، يسند، يشدد، واقف معاك وانت ساقط يقومك، بعد كده يقومك، وبعد اللي بيقومك بيقول لك يلا اتحرك بمنتهى القوه. انا بمهد لك على حته مهمه جدا. وانت منحني او انت ساقط او انت ظروفك صعبه، من فضلك في معونه ليك في الوقت الصعب استقبلها. لان لما تبقى منحني وتبقى ساقط تبقى المشكله لا قادر تتكلم ولا قادر تواجه الموقف. اعرف ان في معونه في الوقت الصعب يعضدك ويقومك. امين. طلع معايا كده هو اعمال الرسل واصحاح 26. اعمال الرسل اصحاح 26. نقرا من عدد 21. هنقرا عددين بس، 21 و22. انا نفسي تقروها معايا بصوت عالي. يلا كده اقراها معايا. من اجل ذلك امسكني اليهود في الهيكل وشرعوا في قتلي. ركزوا معايا كده. من اجل ذلك امسكني اليهود في الهيكل وعايزين يعملوا ايه؟ عايزين يقتلوه. عدد 21 رهيب جدا. 22 يلا كده. مين يقرا معايا؟ عايز اسمعها منكم. قد حصلت على معونة من الله
بقيت إلى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير، وأنا لا أقول شيئا غير مما تكلم الأنبياء وموسى أنه عتيد أن يكون. عايز تقول إيه؟ أنا عايز بس تركز معايا في الجزء الأولاني من عدد 22. هو حصل الموقف بتاعه، حد شايف الموقف إيه هو؟ اليهود عملوا إيه؟ مسكوه وعايزين يعملوا ايه؟ عايزين يقتلوه. في نفس الوقت اقرا الجزء الاولاني كده. فاذ، حد فيكم معايا الجماعه اللغه العربيه؟ يعني لما مسكوه وعايزين يقتلوه، فاذ، عارفين اذ يعني ايه؟ في نفس الوقت. حد يراها معايا بصوت عالي. حصلت على معونه من الله. انتوا واخدين بالكم معايا؟ عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك النهارده اللي يخليني مش ههرب ان في معونه في الوقت الصعب. مقوم وكمان وعاضد. يلا قولوها معايا كده. الرب عاضد كل الساقطين. كمل معايا. ومقوم كل المنحنين. من فضلك لو بتعدي في وقت صعب وبتحاول تاخد خطوه لورا، لا، ده في معونه في الوقت الصعب. لو انت في امور بتضغط عليك وحاسس ان الموضوع اكبر من امكانياتك، ايوه ممكن يكون اكبر من امكانياتك. انا مش بتكلم واحاول اصغر المواضيع، ممكن يكون اكبر من امكانياتك بس مش اكبر من امكانياته هو. ولما يجي يقومك او يعضدك، راح يعضدك عشان تقدر تعدي الوقت الصعب. انتوا معايا؟ يعني هيبعت لك تعضيد على الامكانيات اللي هي اكبر منك، فهتقدر تعدي الوقت الصعب بكل قوه. عشان كده انا عايز اقول لك النهارده ما تهربش. من فضلك لو في حياتك ممكن يبقى في هروب او ممكن يكون في يعني انك انت بتقول خلاص انا مش قادر، من فضلك اوعى تقول الكلمه دي، لكن احصل على معونه في الوقت. مين يقول له انا بستقبل معونه منك في الوقت الصعب؟ فاذ انا عايز يلا كده ارفع ايدك وقولها على نفسك. فاذ حصلت على معونه من الله. مين يستقبلها معايا؟ انا بستقبل معونه منك في الوقت الصعب. يلا مره تاني كده. انا بستقبل معونه منك في الوقت اللي انا بعدي فيه ده يا رب. امين 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 ولا امين؟ امين في اسم الرب يسوع. سفر نحمية، هناخد شاهد تاني بسرعة. سفر نحمية وأصحاح 6. نحمية وأصحاح 6 نقرأ عدد 10. عارفين نحمية ايه اللي حصل معاه؟ جه في وقت وحابين هم يخلوه ما يبنيش السور، وبعدين راح عمل في اصحاح 6 ده حرب شديده جدا. بعدين راح قالوا له بص احنا عايزين نتكلم معاك وعايزين نقول لك كلام من ربنا بقى. حبوا يقولوا لك انت بتتمرد على الملك، حبوا ان هو بعدين راح جابوا له حته ثانيه كده هو ان هو يعني الموضوع صعب بالنسبه له. نقرا من عدد 10 عددين عشان نعرف الموقف. ودخلت بيت شمعية ابن دلايا ابن مهطبئيل وهو مغلق، فقال لتجتمع إلى بيت الله إلى وسط الهيكل. أقول لكم بس الحتة دي عشان تفهموها. شمعية ده واحد نبي كان معروف في الوقت ده، وكان فين قاعد؟ تتوقعوا كان فين؟ هو بيقعدوا يتكلموا معاه فقال لا انا عايز اسال كلمه من ربنا، فراح لواحد نبي زي كده هو، فراح له كان قاعد فين؟ في العليه بتاعته وفي الوقت الخلوه بتاعته. فراح له نحاميه، فبيقول الكتاب ايه؟ وهو مغلق يعني قافل العليه، قال انا في وقت خلوه ما حدش يدخل عليه. فراح له في الوقت ده، بعدين راح يتكلم معاه، راح قال له ايه بقى؟ تعال نتجمع. هو ده اللي هو النبي ده، قال له تعال نتجمع فين؟ قولوها معايا كده. في وسط الهيكل ونقفل أبواب الهيكل لأنهم يأتون ليقتلوك في الليل. يأتون ليقتلوك. لا ركزوا معايا بس أوضح لكم الفكرة معايا. ده واحد في الخلوة بتاعته، وواحد مشهور عنه إن هو إيه؟ إن هو نبي بيتنبأ.
الراجل ده قعد في العلية بتاعته وقفل على نفسه الباب. مين اللي جاله؟ نحامية، علشان يعمل ايه؟ يسأل كلمة من ربنا، يسأل يقول له ايه الدنيا والاخبار. فاخيرا ده هو راح قال له ايه؟ ركزوا معايا كده، قال له ايه؟ قال له تعالى انا وانت نروح نقعد في وسط الهيكل معايا، ولما نقعد في وسط الهيكل لان هم جايين علشان يعملوا ايه؟ يقتلوك. ده قالها كم مرة؟ مرتين. طب ايه رأيكم في الكلام ده؟ لو اي واحد فينا يوافق لو ما يوافقش؟ طيب ايه الغلط في كلام شمعية؟ اللي فيكم هيقول هيبقى شاطر. ايه الغلط في كلام شمعية؟ عايزه يهرب ويستخبى. اللي هيجاوب بجد هيكون ليه هدية وهياخدها في الاجتماع النهارده قبل ما يمشي. عارف المكان اللي هيقتلوه فيه واصر ان هو يروح. ده برضو اجابه. طيب انا هقول لكم، هو قال لنحامية ايه؟ تعال نروح نقعد فين؟ نستخبى فين؟ في وسط الهيكل. طب الهيكل 3 اقسام. القسم الاولاني ايه؟ الدار الخارجيه، والقسم الثاني القدس، والقسم الثالث قدس الاقداس. الدار الخارجيه مين يدخل فيها؟ الشعب. طب والقدس؟ الكهنة بس. وبعدين قدس الأقداس مين اللي بيدخلها؟ رئيس الكهنة مرة في السنة. طب هو قال له نقعد فين؟ في القدس. طب مين يدخل القدس؟ الكهنة. نحامية كان كاهن، ينفع يدخل؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ فهنا في حتة غلط. فنحامية بص عليه كده، هو قال له ندخل القدس ونقفل، او ندخل وسط الهيكل ونعمل ايه؟ ونقفل ابواب عشان جايين يقتلوك. ففي غلط نبوة بس هو عارف ان بيعمل حاجه غلط، فمستحيل ربنا يقول على حاجه غلط. نقرا العدد اللي بعده. يلا اقروا معايا. مين يقرا معايا؟ فقلت الرجل مثلي يهرب. اسمعوا الكلام ده، اسمعوا الكلمه بعديه. ومن مثلي يدخل الهيكل فيحيى لا ادخل. كلمه ادخل الهيكل والقدس ده مش مكاني. في حد معايا؟ ده مش المكان اللي انا المفروض اقعد فيه، ده مكان الكهنه، انا مش كاهن. فهو فاهم. لو اي واحد فينا ده بيقول لك ده في الخلوه، ده بيصلي، ده مش عارف بيعمل ايه، طب قال نبوه. لا، ما تهربش وخليك صاحي. انا عجبني قوي نحامية انه صاحي. انا اسف اقول الكلام ده، اسف. مرات كتير لما ندخل في مواقف صعبة ما بنفكرش، واي حد يقول لنا اي حاجة بنعمل ايه؟ بنمشي وراه. انا بقول له علمني ان في الوقت الصعب اقفل وداني على اي كلام شبه غلط. علمني في اي وقت صعب بعدي فيه اقفل عينيا عن اي حاجة شبه غلط. امال اعمل ايه؟ اكون باصص عليك انت. نحامية كان مدرك جدا الكلمات دي في عدد 11 كلمات مهمة. قال نمرة 1 رجل مثلي يهرب. هو كان بيبني السور، فقال انا مش ههرب من بناء السور. وبعدين انا عايز اقول لك حاجة يا شمعية، هو انا لو دخلت الهيكل ازاي